Ok, ندوزو دابا une autre méthode, la normalisation par le maximum absolu. هذه واحد la technique simple, rapide et efficace, surtout quand les données contiennent des valeurs négatives. يعني فاش كيكون عندنا des valeurs négatives خصك تفكر انك تنورماليزي par le maximum absolu. Le principe هو simple. Pour chaque caractéristique يعني feature ولا colonne في الداتاسيت ديالك كديفيزي chaque valeur par la valeur absolue maximale de cette colonne. يعني كتشيرشي على la valeur la plus grande en valeur absolue. يعني مثلا عندك واحد داتا سيت فيها x max هو 15 و x min هو موان 30، راه لا فالور ماكسيمال ابسولو هي موان 30 اللي غادي تولي لنا 30. دونك 30 هي اللي غادي نخدمو بها في هاد لا فورمول اللي كنديرو x على x max absolu. و لي دوني غادي يكونو اوتوماتيكمون في ليشيل ديالنا اللي هو موان 1. هنايا ماشي بحال لا نورماليزاسيون ديال مين ماكس اللي كانت 0 1. هنايا عندنا الانترفال كيولي موان 1. دونك كما كنلاحظوا في لا نورماليزاسيون مين ماكس كانت كديبون على المينيموم والماكسيموم، اما هنا في ماكس ابسولو كديبون اونيكمون على لا فالور ابسولو ماكسيمال. دونك فوقاش كنديرو هاد لا فالور هاد لا نورماليزاسيون دو ماكس ابسولو كنديروها فاش كيكونوا لي دوني سونطري اوتور دو زيرو، فاش كيكونوا لي فالور نيجاتيف بزاف عندنا في الداتا سيت، ولا فاش كيكونوا اصلا يعني تكون وحده نورمالمون خصك دير لا ماكس ابسول فاش كيكونوا لي موديل لينيير، وفاش كيكونوا لي دوني سبارس يعني لي زيرو كيكونوا بزاف. بحال لا ميثود ديال مين ماكس الماكس ابسولي كتكون سونسيبل لي زاوتلايرز، دونك خصنا نهاندليو لي زاوتلايرز قبل ما نورماليزيو بماكس ابسول.